في مطار أنقرة أسنبوا هافالماني ايربورت. ازيكم يا فرنس، عاملين ايه؟ انا في مطار أنقرة، رايحين اول مرة بقى، رايحين اوروبا المرة دي انا وانس. فربنا يسترها، خليكم معايا ورب يقدروا يدخلونا يا جماعة. رايحة انا وانس على صربيا، بوابة اوروبا ان شاء الله، وربنا يسترها. اول ما انا رحنا على الشنط قالوا لي في حاجه في الشنطه بس مش عارفه ايه. قلت لهم يا جماعه افتحوا فضيح، ما لقوش حاجه، يعني هيكون فيها ايه؟ يعني مكياج والكلام ده بس. فربنا يسهل ونعدي. المره دي هنسافر انا وانس بس، دول هيوصلنا لحد ايجيت. انا وانت هنسافر مع بعض لوحدينا يا ماما. تمام يا جماعه، احنا خلاص عدينا من الجوازات بتاعت تركيا، ونروح ان شاء الله خلاص يعني. طلعنا من تركيا وعملنا جديش، ومستنيين بقى عند المدخل اللي هو بتاع الطياره لحد ما تفتح ان شاء الله. بس انا خايفه جدا طبعا، انا من وصول عربيه، فمش عارفه الوضع هيكون ازاي معاهم. بس انا طبعا معايا باسبور خاص اهو. ده البورد بتاع ابني، وده طبعا ميعاد الطياره. يعني زحمه جدا، فاحنا قلنا نقعد. ما قدرتش ان انا اصور كله طبعا لان ممنوع التصوير في المطار، بس انا قلت اصور لكم يعني المتاح لحد ما انا اقعد. اول مره اسافر على اي جيت، اول مره. كل واحد معاه يعني 20 كيلو، بس انا خدت بس الشنطه اللي هي 21 كيلو لينا احنا الاثنين، هدوم بس مش اكتر، وهدايا وعدونا طبعا الحمد لله. كل 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 انوسه. كل Even if I'm not Kardashian, I'm the cabin chief. أصدقائي احنا وصلنا الحمد لله وعدينا من الجوازات، وفي المطار دلوقتي هنشوف الشنط. اهو الأكل الصربي، صربيا لسه بناكله أول مرة. فأنا يعني نبهت على صاحبتي لو ما يكونش فيه لحم خنازير أو حاجة زي كده. أنا في بيتها. مش عايزه اقول لكم كانت يعني زي ما قلت لكم، انا ما كنتش قايله الناس خالص، لان في مشاوير كده لازم الواحد يحتفظ بيها لنفسه لحد ما ربنا يعني يعدلها. قبل ما اروح كان شغل الشاغل موضوع الشطاف بتاع الحمامات وكده، وفعلا اللي انا يعني كنت خايفه منه لقيته ما فيش شطافات الحمامات وكده. فتقريبا كل اوروبا ما فيهاش الموضوع ده. للاسف الشديد يا فرانس، للاسف الشديد ان الكفتة كانت لحم خنزير، وهي كانت معاها تليفون وانا ما كنتش عارفة. فانا افتكرت ان هي لحمة عادية، فكلت منها واحدة بالعافية وكده، وابني برضو كل منها حتة شوية كده. فبعد كده بعد ما خلصت التليفون قالت لي
يعني هو لحم خنزير يعني، بس اوكي انتي ما كنتيش عارفة وكده. ف... ف... فيعني بعد كده مش هقدر ان انا اكل غير اسماك وغير فراخ بعد كده. صباح الخير. صباح الخير يا اصدقائي، عاملين ايه؟ صحينا الصبح بدري. احنا دلوقتي في بلجراد عاصمة صربيا، في منطقة عادية يعني فيها بيوت عادية، فرايحين السوبر ماركت علشان خاطر نشتري شوية حاجات من السوبر ماركت. فقلت اخدكم معايا واوريكم بقى صربيا من العمق الصربي. مش زي كواحد سائح، لا كواحد زي اهل البلد كده، بيروحوا فين ويجوا منين. الفيديوهات ديت يمكن تشوفوها لاول مرة اصدقائي. ايه يلا اوكي. She will adore this. He's crazy about this. Not so. Because all the time I'm just curious because it's first time. Okay, I am running. بتقولي الباص مش هيستناكي فاجري بسرعة. هو ده الباص يا جماعة هنركبه. احنا راكبين دلوقتي اتوبيس يا جماعة في صربيا، وهنتحرك من وسط المدينة. اهو يا جماعة الباص في صربيا هو فري، وانا مش مصدقة بصراحة، بس هو فري يا جماعة. احنا قاعدين بدون اي فلوس خالص، ما دفعناش اي حاجة. خلاص نزلنا يا جماعة من نزلنا خلاص من الأتوبيس، واحنا في وسط البلد دلوقتي في بلجراد عاصمة صربيا. عدي بقى الإشارة. ده أكبر ميدان في بلجراد يا جماعة، والتمثال ده ده انا بوثق اللحظات ديت معاكم يا اصدقائي، عشان انا مش بروح كل يوم دول اوروبا ولا بنزل الحتت دي. شوارع نضيفة قوي يا جماعة، وبتفكرني بشوارع دينيزلي. شوارع دينيزلي واسعة بالشكل ده. ايه ده من اشهر الشوارع في بلجراد عاصمة صربيا كلها يا جماعة. هو ده زي شارع استقلال كده في تركيا، في ماركات العالمية اهي، زارا. بصوا الحاجات دي طبعا في موجود اشكال الخنازير والحاجات دي مش عايزينها، وعايزه اجيب لهم برضو هدايا وكده قبل ما نروح لتركيا يا جماعه. عندهم برضو البياعين اللي هم قاعدين في الشوارع. تحسوا الدول شبه بعضها، ما فيش اي فرق. استنوا بقى نشوف المحلات دي ونشوف التيشيرتات. Sister, what's the price of this? It can't be for me, but I will see. What? اوكي. لا ده دي مش هينفع مع الاحجام بتاعتنا دي يا جماعه. عايزه لها الناس اللي هم الاكس اكس. Card, can we go inside? We got now. We go tomorrow after tomorrow. Really? Yes. Okay, ده برضه ليلي، ده انا اشتريت منه حاجات قبل كده الانترنت.
لما كنت في مصر وصاحبتي جابتهولي. ليلي ده ممكن نروح برضو، مكياج فيه حاجات كويسة، ممكن نروح نشوفها. لا على فكرة الجو يعني الجو هنا اكتر سخونة من تركيا. انا ما كنتش متوقعة، الجو حر فعلا يا جماعة، عشان كده الناس لابسة. وفي ناس والله مسلمين برضو كتير في المنطقة ديت، اغلبهم من اتراك واغلبهم من دول تانية، بس مش كتير يعني. ممكن لحد دلوقتي 3 4 5 كده عائلات بس، ما فيش كتير مسلمين. اوكي يا حبيبتي، دخلنا كده مكان اسمه بوتيك، يعني كافيه كده شوب. maybe see you العصير بتاع أنس. شكرا. What Do is? you want a straw? Oh no, what? You want one for the juice? Juice. I want for my son juice. Yes, thank you. Yes. This is plasma. This is plasma. Shake, yeah. Plasma shake. Oh, This with cream. okay. Plasma shake with cream. Thank you so much. We also put, when we mix it, we put 1 scoop of vanilla. في نظام، في إشارات مرور، المواصلات مجانا. أي بصوا. She is my friend Vanya. دي صاحبتي وانيا. صاحبتي التانية وانيا. It's like maybe more than 8 years or something. Oh my god, it's like 8 years. Oh my god, ما شفتهاش من أكتر من 8 سنين. Oh my god, you look really beautiful, my dear. Thank you. حبيبتي. حبيبتي and you know Ramadan. Hello. She is my bestie. دي صاحبتي الأنتيم ميلينا. Hello for everyone. حبيبتي. Right from you. Okay. The people will sing. Okay. Cheers. Okay. Moment. Cheers. Happy cheers. Okay. Cheers. Cheers. Okay. Okay. From cheers. Okay. Cheers. It's okay. Thank you. ده نوع من ده الفراخ يا جماعة، وعشان خاطر انا متحسسة من العصب في اللحمة، فهاكل فراخ بقى والاكل بتاعنا. ودي ده برضو سلطة و amazing sister. Thank you. بصوا الاسعار بقى يا جماعة اللي في صربيا. ده 6000 دينار، حوالي 5000 ليرة او 4000 ليرة وكده. ده سعر الاكل ده. متخيلين اسعار في صربيا عامله ازاي؟ ده اكلنا، دي سلطه وفي جرجير صغير قوي وفراخ. بس يا اصدقائي، فاحنا قاعدين بقى بعد ما خلصنا الميدان العام، قاعدين كده في حديقه عامه، منظر جميل جدا. مبسوطه جدا، يعني الواحد يعني حلم من احلامي اتحققت بصراحه. اللي انا ما كنتش اتوقع في يوم بصراحه، السفريه دي جت مفاجاه، ما كنتش اتوقع في يوم ولا كان في بالي والله العظيم ابدا. بس كل حاجه نصيب يا جماعه، كل حاجه نصيب، كل حاجه بتيجي في وقتها، يعني مهما اتاخرت كل حاجه بتيجي وقتها. يعني وعد عليا اللي انتوا هتشوفوا بلجراد صربيا من منظور يعني مش منظور سايح كمان، لا، من منظور الحياه العاديه بتاعت الناس. يعني انا لا شفت فيديوهات كتير قوي بتاعت اليوتيوب، لقيت ان الناس بس بتركز على السفر، بتركز على الاماكن اللي هي المهمه وخلاص. بس يعني مش بتدخل في العمق قوي، مش مجرد المحلات والكلام ده. لكن احنا قاعدين كاننا في اسطنبول، كاننا في تركيا. فقاعده بتكلم معاكم، وكمان لمده يعني اسبوع هكون موجوده ان شاء الله في صربيا. فربنا يسهل ويا رب. يعني بصوا يا جماعه، وصيتكم بقى، ما تنسوش اللايك والشير
والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد، عشان قناتي تكبر بيكم يا اصدقائي، وعشان كده نكون قناه كبيره تنافس القنوات الكبيره. انا بشكركم من قلبي، لو انتم من الابطال اللي ماسكين معايا لحد دلوقتي فانا بشكركم من قلبي على كل الوقت اللي انتم قضيتوه، وان شاء الله تكون رحله سعيده عليا وعليكم يا فريندز.